صباح الفل، يا رب تكونوا جميعا بخير وبأتم صحة وانتوا بتشوفوني النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة طبق من أشهر الأطباق الإيطالية، وبقى دلوقتي مشهور في الدنيا كلها تقريبا، اللي هي لازانيا بالريكوتا والسبانخ. طبق جميل جدا وخفيف من غير لحوم، وكمان سهل خالص. يلا بينا نبدأ على طول في عمايل السبانخ. اول حاجة تجيب حلة او طاسة على النار تكون كبيرة شوية، علشان السبانخ بيبقى حجمها كبير. في الاول هحط فيها شوية من زيت الزيتون او الزيت المتوفر عندكم، ممكن زيت نباتي، وهحط فيها فص واحد بس من الثوم. بقطعه بس نصين وبشيل منه الجزء اللي بيبقى في النص دوت، بيديها بس تمريرة بسيطة كده فبشيله. وبعد كده هضيف 500 جرام من السبانخ الفريش. انا عندي السبانخ دي بتبقى مغسولة وجاهزة على الاستخدام. بحطه على النار لحد ما بس يدبل وحجمه يقل شوية. ببدأ احط عليه رشة من الملح ورشة من الفلفل، بغطي عليه تاني لحد ما يستوي، تقريبا بياخد 15 دقيقة. بخرجه بقى وبقطعه او بفرمه بالطريقة اللي تحبوها. انا بعمله دايما بالمقص كده وهو في الطبق. ممكن تعملوه على القطاعة بالسكينة زي ما تحبوا. المهم ان احنا نقطعه قطع صغيرة قوي، علشان ما يبقاش معانا قطع كبيرة كده واحنا بناكل او بناخد القطعة، يبقى نازل كده منها سبانخ. بعد كده بقى بضيف لخليط السبانخ بعد ما بيبرد 500 جرام من الجبنة الريكوتا، وهضيف تقريبا 100 جرام من الجبنة المبشورة. انا استخدمت البرمجان وممكن تستخدموا الجبنة الرومي. هضيف عليها كمان رشة من الفلفل، وزيها رشة من جوز الطيب، ورشة من الملح. بس قبل ما تحطوا الملح دوقوا الأول الخليط بتاعكم، لأن الجبنة الرومي أو الجبنة البرمجان بيبقى هي فيها نسبة ملح. ونقدر في الخطوة دي نضيف بيضة، معظم الطلاينة بيحطوا بيض، وانا اوقات بحط البيض واوقات تانية بصراحة ما بحطهاش. فانا ما كانش عندي متوفر في التلاجة بيض فما حطيتش. تقدروا تجربوا الطريقتين وتشوفوا الطعم اللي تحبوه وتستقروا عليه. انا بالنسبه لي الطعمين حلوين. اوقات بضيف بيضه واوقات ما بضيفش. الجبنه الريكوتا تقدروا تستغنوا عنها وتضيفوا جبنه قريش، من غير ملح خالص. ومع الجبنة القريش تحطوا جبنة كريمي، الاتنين مع بعض مع الجبنة الرومي. بس كده خليط الجبنة زبط. هنبدأ نعمل البشاميل محتاجين ان احنا نعمل بشاميل خفيف ويبقى سخن. اخر حاجة بنعملها هي البشاميل قبل تكوين الصينية على طول، لان هو ده اللي هيسوي لي اللازانيا. انا مش هسلقها. بحط على النار معلقتين كبار من الزبدة او 3، و3 معالق ممسوحين من الدقيق. احنا قلنا ان احنا محتاجين بشاميل خفيف شوية عشان يسوي اللازانيا. هبدأ بقى اسيبها على النار واشوح الدقيق لحد ما احس ان ريحته ظهرت ولونه شوية بقى اصفر. هضيف بقى لتر من اللبن، اقلبه، وببدأ اني انا اسيبه. طبعا كل المراحل دي بتبقى على النار، وايدي فيه البشاميل ما بشيلش ايدي منه خالص عشان ما يكتلش. بحط ملح وفلفل وكمان جوز الطيب، وببدأ اني انا اقلبهم كويس لحد ما يديني اول ما يبدأ يربط كده. ببدأ اضيف شوية من الجبنة البرمجان او الجبنة الرومي المبشورة. تقدروا برضو الخطوة دي تستغنوا عنها، بس انا بحبها. بعد كده بفضل اقلب فيه على النار لحد ما بيديني القوام اللي انتوا شايفينه دوت. بالنسبه لي القوام ده مناسب جدا. عندي بقى اللازانيا الشرايح. احنا سبق وعملنا قبل كده في اللازانيا اللي باللحمه، عملناها فريش من اول عجينه. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله، تقدروا برضو تعملوها وتسلقوها. طيب اللازانيا اسلقها او لا؟ انا مش هقدر افتيكوا، لان كل ماركه بيبقى مكتوب عندك على العبوه ان كنت تسلقيها ووقت السلق بالظبط او ما تسلقيهاش خالص. ما اقدرش اقولك اسلقيها او لا، على حسب الماركه اللي انت جايباها، لان كل ماركه بيبقى هو عارف عاملها ازاي، هل محتاجه تتسلق ولا مش محتاجه. بس كده ببدا اجيب البايركس اللي هستخدمه. يفضل ان هو يبقى حرافه شويه عاليه. بحط فيه من تحت طبقة من البشاميل، وبعد كده طبقة من اللازانيا. بتكسريها براحتك على حسب حجم البايركس، مش بيتأثر في الآخر. كده كده بتتماسك مع بعض لما بتستوي. وبعد كده بحط طبقة من البشاميل السخن، وعليها معلقتين من خليط الجبنة والسبانخ،
وبعد ما بيخلص خليط الجبنة والسبانخ بفرده كويس، ببدأ اني انا احط مكعبات من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده بحط شوية من الجبنة البارميجانو تاني، بحط طبقة من اللازانيا اكسرها او مكسرهاش على حسب حجم الصينية بتاعك. بحط طبقة كويسة كده، والتكسير دوت مش بيفرق قوي يعني. وبعد كده طبقة من البشاميل، طبقة كويسة من البشاميل، وبعد كده طبقتين من الجبنة والسبانخ، معلقتين يعني من الجبنة والسبانخ، شوية من البارميجانو وشوية من الموتزاريلا، وبعد كده طبقة أخيرة من البشاميل. بعد كده بقى اخر طبقة بحط برضو اللازانيا والبشاميل والجبنة، وعليهم البارميجان وعليهم الموتزاريلا، وبحط شوية من البشاميل. اللازانيا سواء اللازانيا باللحمة او لازانيا بالجبنة مش زينا بيحطوا عليها بشاميل كتير او بيبقى طبقة كاملة من البشاميل. بعد كده بغطيها، هي بتقعد في الفرن تقريبا نص ساعة. الغطا ده بحطه اول ربع ساعة بس، والربع ساعة التانية بشيلها خالص لحد ما بتستوي من تحت. بطفي خالص عليها من تحت وبفتح الشواية تاخد الوش القمر اللي انتوا شايفينه ده. وقت التقطيع بقى والتقديم ده بتاعكوا انتوا، لو عايزينها جوسي زي هي كده كده في كل الاحوال بتبقى جوسي حتى لو بردت، لان البشاميل بيبقى كميته كويسة، الجبنة حلوة، وكمان مش بتبقى مطولة في الفرن فمش بتطلع ناشفة. اللازانيا بتبقى مستوية جدا وبتبقى طرية زي ما انتوا شايفينها كده. فانا بسيبها بس ترتاح شوية اقدر اقطعها كويس، وببدأ اني انا اشيلها من صينية اقدمها في الاطباق عادي جدا. بتبقى طعمها تحفة يا جماعة. اهم حاجة بس تظبطوا الملح كويس، يعني ما تقللوهوش قوي عشان ما تبقاش معاكوا دلعة فمش ما تحسوش بطعمها، لان هي تقريبا كلها عبارة عن جبن سواء الحشوة والبشاميل. بس كده وصفة النهاردة خلصت، تقدروا تجربوها وتقولولي. انا واثقة ان هي تعجبكم بإذن الله، وان شاء الله نتقابل مع بعض قريب في وصفة جديدة. مع السلامة.